المنتخب الأردني حسين عموتة الذي سعيد جدا بطبيعة الحال. حسين، هذه الابتسامة تلخص كل شيء. بماذا تشعر في هذه اللحظات خصوصا التأهل إلى الدور ربع النهائي؟ طبعا هذا إنجاز بالنسبة لنا جيد، يعني نظرا للظروف اللي مرينا بها، يعني منذ تسلمنا يعني المنتخب كانت بعض يعني واحد التفاوتات يعني في الإحساس في النتائج، انعدام الثقة. الحمد لله أنه اليوم رجعت الثقة منذ يعني بداية هذه المسابقة الآسيوية، واليوم صراحة عشنا يمكن 4 فصول في مقابلة واحدة. طبعا يعني هنيئا للمنتخب العراقي، لأنه المنتخب العراقي فريق اللي هو جيد جدا، وكانت أظن أنه كان كيستحق هو الأفضل وكان يستحق أن يمر الدور المقبل. لكن أنا أظن أنه اللاعبين ديالنا عرفوا كيفاش يدبروا يعني الشؤون ديال المقابله. عرفنا مثلا بعض الفترات خاصنا نصبروا شي شويه ونتلقاو ونتعاملوا مع الضغط اللي كيفرضوا الفريق الخصم باعتبار الامكانيات اللي هي موجوده الهجوميه. حاولنا نصبروا، وصلنا للشباك وهذا شيء جيد. والاهم هو انه قلبنا التاخر ديالنا لفوز اللي هو مستحق، خاصه يعني في اخر الدقائق، وهذه تظن قوه ذهنيه اللي اكتسبناها من خلال 3 شهور الاخيره. حسين، انتقدت كثيرا قبل البطولة، كيف ترى نفسك الآن وأنت على بعد خطوة من الدور نصف النهائي، خصوصا وأن المباراة المقبلة أمام طاجيكستان التي قدمت مستويات عالية، لكن حظوظ المنتخب الأردني وافرة جدا؟ طبعا الحمد لله أنه يعني الوضع ديالنا أكثر من رائع، وأنا تنظن أنه يجب يعني أن نثبت للجميع، ويجب أن يعني نثبت هذه يعني الثقة اللي اكتسبناها خاصة داخل المجموعة، يعني فرديا وجماعيا، لما بين اللاعبين انفسهم وبين الاطر التقنيه وبين يعني الاتحاد يعني الاردني، ولا حتى يعني مع الجمهور ديالنا اللي ساندنا يعني اليوم بكثره. تنظن انه كل مقابله لها ظروفها. اليوم كانت مقابله صعبه جدا، واظن يعني مقابله طاجيكستان ستكون ايضا صعبه، لانه في مثل هذه المسابقات يعني مع خروج المغلوب الكل يركز بالشكل اللي كبير، الكل يؤدي لانه كيلعب مقابله نهائيه لا بالنسبه لنا حنايا ولا بالنسبه للخصم، وبالتالي يجب ان نحضر بالشكل المطلوب. نتمنى اننا نكون في الموعد وان نقدم يعني مقابله جدا مقبوله. شكرا جزيلا حسين، عودة إليكم بعد هذا اللقاء.